لماذا رفض السيستاني الرقود في مستشفى إماراتي في لندن؟ جلسة حوار بين المرجع الديني وإبراهيم الجعفري. تصريح لمحافظ النجف يستفز المرجع الديني ومكتبه يرد. السلام عليكم. استكمالا للحلقات الخاصة بكتاب الرحلة العلاجية هو أزمة النجف الذي ألفه حامد الخفاف. طبعا هناك وثائق، الكتاب فيه ملحق وثائقي. الملحق الوثائقي يتضمن الرسائل التي أرسلها السيستاني إلى النجف خلال الأزمة، والتقارير الطبية التي على ضوئها قرر الأطباء ونصحوا أن يسافر المرجع الديني إلى لندن. طبعا اللي يدحض فرضية أن سفرة السيستاني كانت لتفادي الحرج وأن هناك مواجهات أراد السيستاني التخلص منها، اللي يدحض هاي أنه السيستاني رجع في ذروة الأزمة، رجع في ذروة القتال، رجع كادت النجف أن تقتحم، بهاي اللحظة رجع، ولو ما راجع ما تحل الأزمة، وأصر أن يرجع. شوفوا رجعوا لتواريخ السفر وتواريخ العودة. هو رجع بحيث نصحوه قالوا له أنت رايح في ظرف حرج، في ظرف جدا شائك خطر. فهذه الوثائق اللي عرضت أمامكم هي جزء من الملف الوثائقي اللي ضمن الكتاب. الأطباء طبعا اللي نصحوا بإرسال السيستاني إلى لندن ونفذت هذه الوصية، حامد الخفاف يقول احنا ما ردنا نقول المرجع راح لندن، بس يقول تفاجأنا الخبر منتشر بكل مكان، كل مكان منتشر الخبر واضح، يعني ما ينضم هيك خبر. فيقول صدرنا بيان ان السيد يتعرض الى وعكة، وان فريق من الاطباء العراقيين نصح بنقله الى لندن، وقد وصل الى احد مستشفيات لندن. هذا اقرار هسه انتهى بعد ان حرجوا الجماعه، انه صار حديث بالشارع بعد ما ترحوا. يقول طلعت انا بقناه العربيه حامد الخفاف واتحدث انه كيف السيد السيستاني لم يعتمد على قوات الاحتلال في تنقله، وكان بالطرف الاخر محمود السوداني يمثل التيار الصدري. محمود ايش قال؟ قال هناك طائرة أمريكية نقلت السيستاني من النجف إلى بغداد. يعني كلام بإحراج كثير. يقول أنا رديت عليه رد بوقتها قوي، قلت له ما عندك دليل، احنا رحنا مثل ما رويت بالحلقة الماضية تكسي. يقول بعدين التقينا بالسيد مقتدى الصدر عاتبناه، قلنا له يصير واحد يمثلك من أتباعك يتهم السيد السيستاني انه استعمل او استخدم او استعان بالامريكان حتى ينقلوه من النجف الى بغداد؟ وين اكو طائره نقلت المرجع؟ فالصدر يقول ايش قال على ذمه حامد الخفاف؟ ايش قال؟ قال احنا هاي المعلومات سمعناها انه السيد انتقل بطائره، بس ما متاكدين منها كلام، وكان المفروض محمود السوداني ما يحكي هذا الكلام، كان المفروض بما يحكي هذا الكلام. أيضا غالب الجزائري، العميد غالب الجزائري قائد شرطة النجف، أدلى بتصريح للشرق الأوسط، قال السيستاني انتقل عن طريق طائرة أمريكية، أو أن القوات الأمريكية هي التي وفرت سبل الانتقال للسيد السيستاني. يقول أنا انزعجت جدا وخابرت موفق الربيعي حامد الخفاف. فيقول لا أنا اتصلت بموفق الربيعي، قلت له قائد شرطة النجف شلون يصرح هذا التصريح؟ قال أنا راح أتصل بالمحافظ، ورجع خابرنا موفق، قال اتصلت بالمحافظ قلت له إذا هذا ما يعتذر لازم يتعرض لأقصى العقوبات، لأقصى العقوبات. قال فراح يعتذر بالعدد القادم من الشرق الأوسط. يقول رجع خابرني قال لي شفت الشرق الأوسط؟ قلت له لا والله بعد ما شفت. يقول من رحت صفحت الشرق الأوسط ماكو اعتذار، وما صار الاعتذار طبعا. يعني فوضى كانت، يعني واحد ما يتيقن من شيء ليش يقوله؟ هسه هو هذا الاثنين
قائد الشرطة من قال هذا الكلام على شنو مبني؟ محمود السوداني من قال طائرة أمريكية نقلتها على شنو مبني؟ بالوقت اللي الخفاف اللي هو كان مرافق للمرجع يقول سلكنا طريق النجف، الحيرة، أبو صخير، الديوانية، الشامية، الدغارة إلى آخره، إلى أن وصلنا لبغداد عن طريق جرف الصخر، جرف النداف. عن طريق وصلنا جرف النداف 6 ساعات الرحلة استغرقت. هذا وين وهذا وين الكلام. المهم يقول أخذناه إلى مستشفى كرومل في لندن. مستشفى كرومل في لندن لقينا بباب المستشفى طبيب اسمه عبد الرحمن المهيري. وعبد الرحمن المهيري طبيب إماراتي. فيرحب بالسيد السيستاني وقال هذه المستشفى اعتبروها بيتكم. يقول احنا شو افتهمنا ان هذه المستشفى للإمارات وتابعة تحديدا للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. والمهيري قال اعتبروه بيتكم. فالسيد ايش قال؟ قال يفضل ان نطلع من هذه المستشفى. ليش؟ لان افتهم ان الفواتير راح تدفعها الامارات وراح يدفعها الشيخ زايد، لان الاريحيه اللي تعامل بها المهيري مع السيد والمجموعه له تشي بانهم راح يعني يدفعون. هشام الحسن الطبيب ايش قال له؟ قال له سيدنا ابقى بالمستشفى وما نخليهم يدفعون. قال له لا، انا افضل انتقل مستشفى اخر حتى نتفادى هذا الحال. فراحوا الى مستشفى ويلينغتون في لندن وحجزوا الغرفه 363 اللي يرقد بها السيد، وغرفه 362 لمحمد رضا ابنه ويستقبلون الضيوف. واجريت له فحوصات بهاي المستشفى وطلعت النتيجه وجود تصلب متوسط الشده في الشرايين يحتاج الى قسطره. بهاي المستشفى. وبقى بقت الحالة بقى يستقبل الضيوف، لكن اتصالات محمد رضا وحامد الخفاف مع العراق مستمرة، وتحديدا مع اثنين، مع موفق الربيع ومع حسين الصدر، حسين هادي الصدر اللي كان عضو جمعية وطنية أو عضو برلمان في ذلك الوقت. هم يتصلون لحل الأزمة، لإيجاد منافذ لحل الأزمة ويعطوهم رأي. أثناء الحوار يقول إجا زار السيد رجل الأعمال الإماراتي مهدي التاجر وابنه ماهر. فصار حوار. رجل الأعمال ايش قال له للسيستاني؟ قال له ان حبنا للامام علي حسنه كبيره، او ان يقول له ان اهم ما نفتخر به هو حبنا للامام علي عليه السلام. السيستاني رده ايش قال له؟ السيستاني قال له ان حب علي بحد ذاته حسنه كبيره، ولكن على المحب ان يتحلى بسيره معشوقه ومحبوبه. هاي رساله للسياسيين الشيعه، تسمعوها، تسمعوا السيد شو يقول. يقول ان حب علي بحد ذاته حسنه كبيره، لكن على المحب أن يتحلى بسيرة محبوبه ومعشوقه تكونون مثله. فعلي كان يحب أصحابه ويحب الفقراء وكان مضحيا ومؤثرا، فهل نحن كذلك؟ رسالة واضحة بليغة ما تحتاج تفسير. بعدين سيستاني خلال الحديث كشف عن حقيقة أنه يقرأ كتب خارج كتب الدين وخارج كتب الفقه وخارج كتب الشيعة وكتب الكتب الإسلامية. يقرأ الهيكل، محمد حسين الهيكل. ايش قال له؟ قال له احنا لازم نهتم بأبناء جلدتنا، أبناء جلدتنا من المسلمين في كل مكان. قال له والدليل انه حتى اليهود الأولوية عندهم الاهتمام بأبناء جلدتهم. وجاب له مثل، قال له عبد الناصر التقى بأينشتاين عالم
الألماني الكبير أينشتاين. وأينشتاين سأل هيكل، قال له: من يحكم مصر، عبد الناصر لو محمد نجيب؟ قال له: لا، اللي يحكم مصر عبد الناصر. قال له: ما هو موقفه من أبناء جلدتي؟ ما هو موقفه منهم، من اليهود؟ فيجيب مثل، يريد يسأل. يعني أينشتاين يقول وهو عالم ألماني يهودي كبير يسأل هيكل عن موقف عبد الناصر من اليهود، هل هو متعاطف مع اليهود أو لا؟ وهاي المعلومة واردة في كتاب زيارة جيدة للتاريخ لهيكل، ملتقي بها بشخصيات كثيرة من ضمنهم أينشتاين. معناها السيد السيستاني مطلع على هذا الكتاب، وموقف أينشتاين ماخذه كمثل لتعاطف أي إنسان مع قومه ومع أبناء جلدته، ولذلك هو يدعو من هذا المثل، يدعو إلى التعاطف مع المسلمين وتبني قضاياهم في كل مكان، بصرف النظر عن مذاهبهم، بصرف النظر عن توجهاتهم. يكشف عن حقيقة الكاتب، يقول السيد السيستاني لم يوعز لعائلته بالخروج من النجف أثناء الأزمة. هواية ضغطوا وقال لهم طلعوا للنجف الجديدة، غيروا بيتكم، طلعوا الكربلة. يقول بقوا طيلة فترة الحرب في مكانهم بالنجف القديمة، زوجته وبناته وابنه محمد باقر وعائلة السيد محمد رضا، كلهم بهاي الدربونة اللي قريبة من المرقد العلوي، مسافة يعني الدبابات يمهم، القصف قريب عليهم. غريبة، أنا هالمعلومة استغربتها حقيقة. يعني قال رفض الإيعاز لعائلته بالخروج من النجف، وكل واحد يروح النجف يروح يزور المرقد العلوي الشريف يشوف دربونة بها بيت السيد السيستاني، فيقول رفض أن يوعز لعائلته بالخروج من النجف. أثناء الأزمة يقول اتصلوا بنا أحمد الشيباني أحد مرافقي الصدر، اتصل وقال احنا نريد نسلم مفاتيح الحرم العلوي إلى مكتب السيد السيستاني، لأن صار صراع وحرب. يقول فإحنا اتصلنا بالمكتب، مكتب السيد، وهم اتصلوا بنا المكتب قالوا يابا اجى أحمد الشيباني وراح للحرس، قال لهم بعد نص ساعة تعالوا استلموا المفاتيح. فيقول احنا اتصلنا بالمكتب قلنا لهم رحتوا؟ قالوا نعم رحنا، صارنا 3/4 ساعة وماكو أحد. فايش قلنا لهم؟ صدر التوجيه إذا أرادوا يسلمون المفاتيح يسلموها بظرف، وظرف مختوم وبيه شهود. ليش؟ لأنه في تلك اللحظة المفروض يكون جرد على موجودات المرقد، بيه ذهب وبيه لقى وبيه تحف وبيه والمقاتلين كانوا بيه، جيش المهدي كانوا بداخله. فمن المرجعية تستلم المفتاح دون جرد، من راح يتحمل المسؤولية؟ المستلم. بذيك اللحظة ماكو ناس يجون يجردون، نجف فوضى. فقالوا لهم اجى توجيه من لندن مكتب لا تستلمون المفاتيح إلا بعد أن توضع في ظرف وتختم بختم من الصدر مع شهود يوقعون، حتى احنا من نستلم ذولا موجودين شهود. بعدين يقول الصدر تراجع عن تسليم المفاتيح في تلك اللحظة، انتظروا وما جابوا المفاتيح. وقالوا الصدريين ايش قالوا احنا جواب الصدريين لعدم تسليم المفاتيح ليش؟ قالوا احنا بصدد تشكيل لجنة لجرد الموجودات قبل تسليم المفاتيح. طبعا ذيك اللحظة راحت الفوضى وين اكو لجنة، بعدين صارت القصة انحلت بعدين. يقول يوم 15 آب 2004 اجى الساعة 12 الظهر، اجى جعفر ابراهيم الجعفري زار السيد السيستاني ودار حديث بيناتهم. السيستاني سأله عن الأوضاع بالعراق. جعفر ايش قال له؟ قال له سيدنا هذه فتنة كبيرة وفيها شبهات. ايش رد عليه السيستاني؟ قال له الشبهات على عموم الناس
أما أمثالك فيفترض أن لا تكون لديهم شبهة. أنت رئيس حزب وطبيب وناشط سياسي، يفترض أن تعلم الحق من الباطل وتتصدى لتعالج الأمور. جاب الجعفري، جعفري قال له: سيدنا، يقول جدك الإمام زين العابدين في وصف بعض الفتن إنها فتن يتيه فيها الحليم. فتبسم السيستاني وقال: الإمام السجاد قال الحليم ولم يقل العليم، ويفترض إنك عليم يا جعفري. انتهى الحوار بين الجعفري والسيستاني عند هذا الحد. بعدين السيد أخذ استخارة، يريد يرجع. منين يرجع؟ على سوريا لو على الكويت؟ الاستخارة قالت له ترجع، العودة تكون أفضل على الكويت. ورجع على الكويت، وراح نكمل بالحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.